صباح الخير لاول يوم ليا في جده. انا قلت لكم ان انا مش هحرمكم من الفلوجز بتاعتي ومن التصوير والجيت ريدي وذ مي والكلام ده. انا لسه صاحيه دلوقتي. طبعا انا ما بصحاش بدري خالص كده في مصر. مش عارفه ايه اللي بيحصل لي لما بعدي حدود القاهره، بلاقي نفسي بصحى بدري جدا. صاحيه النهارده الساعه 8 الصبح، الساعه دلوقتي 10، فيلا نجهز مع بعض واقول لكم انا جايه السعوديه اعمل ايه. انا صحيت اخدت شاور واتوضيت، ودلوقتي هعمل لكم جيت ريدي وذ مي كده، واحط شويه حاجات بسيطه قوي وهصلي وانزل افطر. طيب اول حاجه هغسل وشي. انا جايه السعوديه مع بايوديرما، عندهم ايفنت كبير قوي وجايه احضره ان شاء الله النهارده. انا بكلمكم على برودكتس بايوديرما من زمان جدا لان انا بحبها قوي، بالذات المايسترر ووتر. فيلا دلوقتي هغسل وشي واجيلكوا تاني. غسلت وشي ودلوقتي هنشفه كويس قوي. وعايزه اقول لكم ان انا ده تاني يوم ليا في جده، مش اول يوم. بس امبارح طبعا اي حد بيبقى لسه جاي من سفر، مش قادرين نتحرك، مش قادرين نعمل اي حاجه خالص. عشان كده دي اول حاجه اصورها لكم في جده السعوديه. وتاني حاجه هرطب بشرتي كويس. عايزه اقول لكم السفر بجد على قد ما هو حلو على قد ما هو متعب جدا. احنا امبارح كنا خلاص مش قادرين من كتر التعب. اختلاف درجات الحراره بقى غريب جدا، يعني احنا مثلا في مصر دلوقتي الجو برد، الجو هنا حر، بس بالليل الجو حلو. فعارفين بقى اللي هو ايه ده، برد برد، يعني لازم يجي لنا برد على طول. كواحده بشرتها اويل سكين مش بستحمل حاجه على بشرتي، عايزه حاجه بستخدمها اول ما احطها على وشي خلاص ما احسش باي اثر ليها. طبعا هي ترطب لي وشي كويس بس من غير بقى ما احس باي وايت كاست ولا اي ملمس دهني نهائي بجد. طبعا ما ننساش الرقبه مع الوش، يعني الرقبه مهمه برضو. دلوقتي هرطب تحت عيني كويس، وعايزه اقول لكم ان الناس هنا بجد مفيش اجمل منها. احنا من ساعه ما وصلنا، من اول الطياره للمطار للاوتيل لكل حته رحناها، الناس بجد ذوق ولذيذه قوي، بتضحك على طول كده، ولذيذ قوي 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 بجد. بعد كده هستخدم ديرلاب بالم. طبعا انا نزلت لكم الحاجات اللي انا كنت واخداها معايا في الشنطه وانا جايه هنا السعوديه. شفتوا بقى حياه الانفلونسر مش سهله ازاي؟ انا باخد معايا ترايبود، باخد معايا مايك، باخد معايا لايت، باخد معايا الحاجات اللي تخليني اعرف اصور في اي حته. ما هو انا دلوقتي عايزه اصور لكم جات ريدي وذ مي ومش معايا الترايبود ده، هعمل ايه؟ والله بجد يا جماعه، بجد مش بهزر والله. بس في حاجات مهمه قوي كانفلونسر لازم تكون معايا عشان اقدر ابقى بكريت كونتنت في اي حته وفي اي وقت في اي مكان. وهسرح حواجبي واثبتهم كويس. عايزه اقول لكم ان انا دلوقتي مش هحط ميك اب، انا بس بثبت حواجبي، هحط بلاشر، هحط ليب جلوس، حاجات بسيطه كده. ولكن عشان الايفنت النهارده فاحنا اوريدي هنعمل بقى شعرنا والميك اب ونجهز وكل حاجه. فهوريكم بقى كل التفاصيل دي معايا النهارده. دلوقتي هحط بلاشر، وعايزاكم بقى تجاس كده في الكومنتس انا هلبس دريس عامل ازاي ولا جامب سوت عامل ازاي. انا كده حرقت المفاجاه، انا اصلا قلت لكم ان انا عامله جامب سوت اعتقد. يلا، المهم ان انتوا تجس لون الجامب سوت هيبقى ايه، عشان هو لون انا بقى كتير قوي ما لبستوش او تقريبا ما لبستوش خالص. بس ده اللون ده من احلى الالوان اللي عليا. لما بلبس توب مثلا نفس اللون ده بجد بيبقى تحفه. لبست الباندانا وحاسه ان انا حتى مش عايزه بقى احط ليب جلوس ولا ليبستيك. حاسه ان الليب بالم كفايه قوي، مرطبه شفايفي كويس قوي ولذيذه، فخلاص كده. وانا كده خلصت، هنزل بقى افطر. ولما اطلع وبعمل ميك اب وشعري وبلبس الجامب سوت وكل الكلام ده، هصور لكم كل التفاصيل عشان تبقوا معايا وتقولي رايكم في كل حاجه ايه.